وفق التراتيب الجاري بها العمل سنويا لحجيجنا الميامين في موسم الحج، الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية القصرين تفتح شباكها الموحد اليوم 18 وغدا 19 ماي 2023 لإتمام كافة إجراءات حجيجنا الميامين بولاية القصرين. باش تتبعوا معنا في التقرير التالي كافة الإجراءات والمراحل ومحطة الشباك الموحد الخاص بالجهة. بالطبيعة السنة معناها استعدادا لموسم الحج 1444 هجري 2023 ميلادي انطلقت الاستعدادات منذ شهر نوفمبر بتسجيل الحجيج عبر المنظومة الإلكترونية اللي باش نعطوا عليها لمحة إن شاء الله توا. ثم بعدها إثر التسجيل المترشحين حوالي 200 ألف على مستوى الوطني وحوالي 1000 مترشح بولاية القصرين. إثرها تم إصدار عبر المنظومة أيضا قائمة إثبات الحجيج، تليها قائمة الفحص الطبي حيث قام المعنيين بالفحص الطبي في قائمة موسعة بإجراءات الفحوصات الطبية والتلقيح، وأخيرا تم إصدار القائمة النهائية للحجيج اللي على ضوءها تحدد الشباك الموحد بالولايات اللي القصرين إن شاء الله اليوم 18 ماي و 19 ماي حاولنا نقسموا اللي باش يتموا اجراءات السفر باش ركزنا شباك موحد بالمركز الجهوي للتربيه والتكوين المستمر لاتمام الاجراءات هذه بحضور شباك موحد يحضر فيه كل اطراف المتداخله، شركه الخدمات والاقامات، البريد، البنوك، يعني الناقله الجويه التونسيه، كلهم حاضرين ان شاء الله. واكيد نحن الاجراءات هذه تو تيسر لنا المنظومه بتنمهد المنظومه الالكترونيه للحج اللي نتبعوا بها الخطوات هذه كل المراحل الكل نتاع الاستعدادات من الترشح الى يعني اجراءات السفر اللي نتبعوها ايضا عبر المنظومه واللي نجموا ناخذوا عليها فكره. يعني المنظومه تعطينا المترشحين للحجيج عددهم كل، وعبر المنظومة أيضا يتم ترتيبهم حسب الأقدمية والسن والعمر، أيضا حسب توزيعهم حسب بطاقات تعريف عناوينهم وما إلى ذلك. أيضا عبر المنظومة يتم متابعة إجراءات السفر ودفع معلوم البريد ودفع والتسجيل الأخير واقتطاع التذكرة، كلها تتم عبر المنظومة هذه اللي قبل كنا نخدموا بنسخ ورقية وكان جهد معناها كبير. أيضا المنظومة هذه راهي تتطور من سنة إلى أخرى وهي مكسب لوزارة الشؤون الدينية ولا الدولة التونسية. نسعوا كلنا باش نحافظوا عليها ونطوروها وإن شاء الله تتحسن وضعيتنا ديما. والإجراءات متاعنا تتمثل معناتها في استقبال الحاج معناتها فهمتني واستلام الوثائق متاعو فهمتني، ويقوم بالاجراءات معناتها الشراء معناتها خدمات الحج متاعو فهمتني، ومع زملاء معناتها من الخطوط التونسيه او الخطوط السعوديه معناتها يقتني تذكره السفر نتاعو فهمتني، ومعناتها واجرائيا معناتها هنا معناتها في الشباك الموحد هذايا تتم جميع الاجراءات نتاع الحاج، وبقدره ربي معناتها كي يروحوا لتونس معناتها نزيدوا عندنا اجراءات التاشيره نتاعو كذا، ويتسلم الجواز نتاعو معناتها في المطار معناتها نتاع المغادره نتاعو فهمتني، حسب تاريخ الرحله وحسب المطار المعين للرحيل نتاعو. هم بس هم يحضروا لك الورق. أما لازم تجوا معكم. بالنسبة للقاعة الكبرى هذه قاعة المركز الجهوي للتكوين المستمر أن يتم تجميع الأخوين الحجيج وأعطاهم التوصيات الأولى معناها ضرورة الصبر والمباركة الحج وكذا، ثم تليها عملية قرعة لتحديد أول معتمدية اللي باش نبدو بها ان شاء الله نبدو نخدموا معاها. لانه اليوم معناها 8 معتمديات فقط قسمنا على الولايه، قسمنا على نهارين. باهي المعتمديه الاولى باش يعملوا اللي ناقص وثائق عملنا له مجموعه ان شاء الله شركه الخدمات باش يشوفوا البصمه اللي ناقص الشهاده بتاع البصمه او شهاده تلقيح من منظومه ايفاكس نكملوها له. وقت يتم اجراءاته في القاعه الكبرى يتعدى القاعه اللي باش يضبطوا له الوثائق التامه كل، ثم باش نشوفوها تو ثم يتعدى للشباك. كملوا هذا اللي يكملوا الوثائق
الناقصة، الأخيين تابعين شركة الخدمات يكملوا الوثائق الناقصة، شهادة التلقيح والبصمة، معناها شهادة البصمة الحيوية. هذه المرحلة ما قبل الأخيرة يتم فيها ضبط وثائق المعتمدية اللي باش تتعدى، يتم ضبط وثائقهم. أخونا ممثل شركة الخدمات والإقامات يتم الضبط الأخير للوثائق والباسبورات، الجوازات السفر، ثم دفاتر كل الوثائق اللازمة يتم ضبطها هنا، ثم يتم التنقل للشباك الموحد. شركة الخدمات والإقامات هي يعني تتم المرحلة الأخيرة، واللي تتمثل خاصة في معناها اقتطاع وصل الإقامة بمكة والمدينة المنورة، ثم اقتطاع تذكرة الطائرة معناها الناقلة الجوية الخطوط الجوية التونسية مع شركة الخدمات. هم المرحلة الأخيرة اللي يكملها الحاج إن شاء الله. إن شاء الله شو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم حج مبرور وذنب مغفور وسعيا مشكور. عمار مهندس خالد سعودي. أنا معتمدية. معتمدية سبيطلة. تبع قرعة الحمراء. اليوم شنو جيتوا تعملوا في الشباك الموحد هذا؟ باش نسجلوا في الواحد في التذكرة نتاع طيارة. عملتوا الإجراءات الأخرى بتاع الصرف؟ عملت الإجراءات كاملة والحمد لله. مسهلة الأمور إن شاء الله مسهلة كل شيء، وإن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله. هاي. والصرف صرفته والحمد لله ومراقب كل شيء. الإجراءات سهلة كاملة كل شيء. سجلت أنت سنة في القرعة أول مرة تشارك؟ لا عندي دورة ال4 سنين ولا نسجل. وسنة الحمد لله والحمد لله يا رب العالمين، نستحمدوه ونشكره الحمد لله. العبيدي بن نوري سعودي. سجلت أول مرة العمل العربي. الإجراءات إن شاء الله باهي، إن شاء الله طيبة، إن شاء الله يجعل كل الشعب التونسي كله بخير إن شاء الله. جانب البشير. إن شاء الله دعواتكم غادي إن شاء الله. إن شاء الله يضمنكم ويحفظكم ويهنيكم. هي أول مرة. سهل ربي ولاباس. طلع سامين زوجنا وزوج. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله زيارة مقبولة. إن شاء الله أمين. آمين. إن شاء الله العقبة ليكم. كل وليدات تونس كل. ربي يبقى علينا الستر وربي يجيبنا سالمين ان شاء الله معدوله. انا نكملوا في الاجراءات وان شاء الله لاباس. نهارك سعيد مبارك. الماجل حتى انت؟ اي من الماجل نعم. قداش من مره سجلت ولا اول مره تسجل في الحج؟ هو 9 سنوات. هاي الحمد لله. 9 سنوات الحمد لله. ماشي وحدك ولا معك مرافق؟ ماشي وحدي مع مرافق ربي. معك هذوما اخواتك؟ كل هذول كل ابن عمي كل مرافق. مازلت ما عملت حتى شيء. ابن عباس مازالت ابن عباس هي الرابعة. الترتيب الرابع هاي. ايه الترتيب الرابع. أول مرة تسجلوا في الحج ولا سجلوا؟ أول مرة. سهل ربي من أول مرة. إن شاء الله ربي يسهل. وقتاش قالوا لكم أنتم السفر وقتاش يكون التاريخ نتاعو؟ ما قالولناش التاريخ لا السفر ما قالولناش عليه. وحتى المطارات ما قالولناش وانا مطار. اليوم معنا تعرفوا؟ اليوم إن شاء الله ربي يسهل. من مركز التكوين والرصد للإدارة الجهوية للتربية باليسرين، كان معكم لإذاعة سليم فهم جلال علي ومحمد صالح قاري في متابعة لإجراءات حجيجنا الميامين بالشباك الموحد الجهوي المخصص لهم يوم 18 و 19 ماي 2023.